في نوع معروف بكره اذا تزوجت انت يعني ان شاء الله وكتب لك الله وجاب لك عيال في هذا في عندك واحد فيه الشروكي اللي دائما حرارته مرتفعه ولدك هذا بثر هذا اكثر شيء والثاني اللي يقول لك بابا بحمام يا اخي انا تدري بابا بحمام نبره صوتك لما تطلع او ترجع من فاصل او من فقره او تطلع لفقره فيها من الطباخ ابو ادريس. تعرف الطباخ ابو ادريس اللي دائما يقعد يطبخ ويعزم الناس اصحابه، شباب سيهات، شباب القطيف، شباب الحسا، كلهم يتجمعون فيوجه لهم نداءات. انا بس يطيحك برامج طبخ. انا اللي يقهرني بس يعزم الناس في الشرقيه. طبعا احنا بناكل يا اخي ويسوي اشياء يا اخي جميله. انت ناقص ما شاء الله تبارك الله. والله ما يبي يعزم ابو حمدان يوم. نشوف على طاري ابو حمدان ايش عنده الزبده الكائن الهلامي اللي مختم برامج الطبخ في التلفزيون ويدور سيزون 2 من اي برنامج طبخ. وعدنا معكم ان شاء الله بكره. السلام عليكم. في امان الله. في امان الكريم. جدك انت والله منو بدريس هذا؟ هذا احيانا وانت في الصباح طالع كذا تسوق تفكر خلنا نشغل راديو عشان صحصح زياده. لا، هذا قرار خاطئ، لان خصوصا اذا طلعت لك المذيع اللي عندها الصوت الحاد الو مين معي اللي من قوه انه حاد يكسر لك القزاز اللي في السياره ويرد عليه هذا الو احب اهدي عيال فصل ثالث خصوصا الشله اللي عند المكيف حياكم الله شباب واخباركم وينكم ربع ما شفناكم. ولا تدق عليه الثانيه الو بنات لا تنسون القهوه ولا تنسون الحلا وكذا طق. الازعاج هذا ما يخليك تسوق صح، يسبب يعني خطر على الشارع. فالزبده يا اعزائي المشاهدين مهما كان الشيء اللي انت قاعد تسمع له لا تدق عليهم وانت تسوق. ونشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه من النشره تفضلوا ابو عمار والجماعه شباب كلهم، جماعه البوابه شارع القاص تفضلوا، جماعه بولندا وايرلندا امريكا استراليا هولندا تفضلوا، شباب القاص تفضلوا، سلام تفضلوا شباب، جماعه وارسو هولشتين جدانس تفضلوا. شوف الطريقه الجديده، شوف البيتزا، شوف هاي الطريقه الجديده هذا الابتكار الجديد. تفضلوا جماعة أمريكا استراليا هولندا تفضلوا، هاي تنرسل لجميع الجروبات. سلام تفضلوا. الرصاصي هذه لك خاصة تفضلوا. شبيني الجماعة، جماعة هولشتين، جماعة جدانس أمريكا استراليا هولندا تفضلوا. تفضلوا سجاد سيقات